كانش فيه اجازه النهارده، كان زماني قضيت اليوم كله عند صاحبتي. مش عارفه ايه الحظ ده. وايه الهوت دوج اللي اتحرق مني ده كمان؟ لا النهارده اليوم غريب قوي. ايه ده؟ مش عارفه، العيال مش هيرضوا ياكلوه، بالذات ادم. والله ما انا واكله. هو ايه ده يا ادم؟ الهوت دوج اللي اتحرق. اتحرق؟ انت عرفت منين ان هو اتحرق اصلا؟ ما انت لسه قايله. انا ما اتكلمتش. لا انت قلتي والله. ما علينا، هو النهارده اليوم اصلا غريب من اوله. ليه مش هتاكل؟ ايه بقى ليه؟ عشان محروق. يا ابني كويس اهو، ما فيهوش اي حاجه. اقعد بقى ونادي، فين اخوك؟ معرفش. انت صاحي من النوم كده متعصب علينا على الصبح. انا برضو. ايوه، تعال اقعد بقى كل. ماشي. هو زين اهو. يلا يا زين اقعد. حاضر يا ماما. مش هتاكل الهوت دوج انت كمان؟ هاكله وخلاص. ايه اللي هاكله وخلاص؟ انا واقفه عماله اعمل لكم الاكل وانت كمان مش عاجبك انت واخوك. خلاص يا ابني اخد الاكل فين؟ لا تعالوا كلوا هنا في السفره، ما تطلعوش تاكلوا بره. حاضر. ايه ماما؟ بقول لك تعالى اقعد هنا. حاضر ماما. اقعد على السفره. وانت يا ادم رايح تفتح التلاجة يا ليه؟ ماما استني، ماما عايزه اعمل كب كيك. كب كيك؟ يا ابني بقول لك تعالى كل. انت ولا فطرت ولا اي حاجه، انت صاحي من النوم حضرت الغدا عشان تعرفوا تاكلوا. ماشي يا ماما ماشي. ماشي ايه بس؟ طب خد يا زين، خد يا زين، اتفضل كل البيتزا دي مع الاكل. حاضر. يا ابني ايه الجيلي اللي انت اخده ده؟ يا ماما عادي يا ماما، في ايه يعني؟ والله ما ينفع كده، ما ينفعش اصلا تصحى من النوم تاكل حلويات على طول. ايه ده؟ مش عارف انا ايه ده. انا مش عارفه في ايه بصراحه. عمال اعمل لهم في الاكل وبرضك مش عاجبهم. انا مش عارفه، انا الصراحه زهقت جدا يعني. اعمل اكل مش عاجبهم، ما اعملش اكل مش عاجبهم. زهقتي من ايه يعني يا ماما؟ انت لسه في اول اليوم. انا كلمتك يا ادم؟ ايوه يا ماما، انت لسه قايله ان انت زهقتي، لسه في اول اليوم. على فكره انا ما كلمتكش. هو انت في حاجه النهارده؟ مش عارف، بس انا سمعتك وانت بتقولي انا زهقت. على فكره انا كنت بتكلم في مخي. ازاي سمعتني؟ معرفش. الله، انت حاسس بحاجه؟ طيب انت سخن؟ لا. طب في ايه مالك؟ معرفش. ماما. نعم يا زين. هو انا سامعك عماله تزعقي لادم، هو انت ليه بتزعقي؟ انت بتكلمني من هناك يا زين ليه يا زين؟ هو بقى طب قولي لي. طب تعالى هنا كلمني هنا. طيب انت واقف هناك ليه؟ حاضر جايه اهو. اما اجي اكلمك بعد كده تكلمني من قدامي. حاضر. وانت يا سعاده البيه اللي اسمك ادم، في ايه بقى؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ معرفش يا ماما. طب انا اعمل ايه؟ انا كل ما اقول حاجه في دماغي الاقيك بتقولها لي. طب انا اعمل ايه؟ طب لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا ادم ماشي. انا مش عارفه انتوا بصراحه مالكم النهارده مش طبيعيين. واحد عمال يتنطط ويروح ويجي، والتاني عمال يقول لي حاجات غريبه. طب ماما احنا عاوزين نطلع نلعب بره شويه. تطلعوا تلعبوا فين؟ بره. لا طبعا. تطلعوا بره ازاي يعني؟ اخوك عنده بكره امتحان، هيطلع يلعب كمان؟ مش كفايه اللي هو فيه دوت؟ ماما بقى والنبي يا ماما. طيب ماشي، اطلعوا اقعدوا شويه وما تتاخروش، تطلعوا بره وتيجوا على طول. ماشي. ماشي. اما اطلع اشوفهم بقى. اقفل الباب لحسن انا عارفه ما بيقفلوش الباب وراهم خالص. على كده يا زين، بقول لك ايه يا ادم، هي ماما عليها عماله تزعق لك. بقول لك انت مش انا بكلمك ما بتردش ليه؟ ماليش مزاج ارد. انت يا ادم بقيت بارد. انا بارد؟ هو انا كلمتك يا عم؟ لا بس انت كنت بتقولي ان انا بارد. لا ما قلتلكش حاجه. يعني ايه يعني؟ انا سمعتك كنت بتقولي انت بتشتمني يا زين. لا مش بشتمك. عرفت. هو انت ليه؟ هو انت بتقرا افكاري؟ الله، لو انا بقرا افكار الناس تبقى حاجه جامده. ما بحبش حد انا يقرا افكاري. ازيك يا ادم؟ الحمد لله. ازيك يا زين؟ الحمد لله. عاملين ايه النهارده؟ الحمد لله. ايه ده طنط ريدي تطلعكوا النهارده يعني؟ غريبه. عادي بقى. احنا مش بكره عندنا امتحان؟ طب ايه قاعدين بتعملوا ايه هنا؟ قاعدين بنلعب شويه. انا شفتكم من الشباك وقلت لماما عايزه اجي العب معاهم. ايه ده؟ دي دودو الرخمه دي؟ ايه اللي جابها هنا ديت؟ ايوه الصراحه دي رخمه قوي، وانا ما بحبش البت دي. هي مين دي يا ادم؟ دودو. ايه ده؟ انا ما اتكلمتش خالص اصلا. ازاي يعني؟ انت لسه قايله. لا انا ما قلتش حاجه والله لا اروح اقول لها. ايه يا ادم ده؟ انا ما قلتش حاجه. ما انت قلتي ايه؟ بس انا سمعتك كنت بتقولي عليها انها رخمه.
بس انا قلت الكلام ده في دماغي، انت ازاي سمعته؟ معرفش، يعني ايه ما تعرفش؟ شكلي بقرا الافكار زي ما زين قال لي وماما قالت لي. ازاي يعني؟ مش مفيش عارف، حاجه اصلا اسمها كده. وانا معرفش ازاي. الله، طب ايه ده انت في حاجه يعني حصلت امبارح؟ مفيش حاجه. انت صحيت من النوم كده؟ ايوه، بس دي حاجه جامده جدا. جدا جدا. ايوه يا بختك، كان نفسي اقرا الافكار انا كمان. مم. مش عارفه انا دودو دي مالها لازقه فينا كده، انا بصراحه مش بحبها خالص. ولا انا الصراحه. ادم بطل تقرا افكاري. اعمل ايه طب؟ انا بروح لوحدي. لا ما انا مش بحب كده خالص، ما تقراش افكاري. ماشي. تعالوا نلعب شويه بقى عشان نمشي. وبعدين لازم يا ادم معرفش، لازم تشوف لك صرفه، مش هينفع كده خالص. من ايه مش هينفع؟ لازم تروح لطنط تقول لها، ولا هروح وانا اقول لها والله. ماشي. ماشي ايه؟ طب انا اروح. يعني ايه يعني؟ انت مبسوط كده؟ بس احسن حاجه، احسن الموضوع يتطور. بص البت رخمه، مش عارفه ايه الحركات اللي عماله تعملها دي. رخمه قوي. نفسي اخليها ما تلعبش معانا. يا ماما يا ماما يا ماما. ربي يا ربي، حتى الشوكليت مش عارفه اكلها، يا ماما. حتى فرجه التلفزيون مش عارفه اتفرج على المسلسل بتاعي. بقول لك ايه يا ماما، ادم النهارده غريب قوي. يا ماما مش عارف في ايه يا ماما، الناس كلها، كل اللي شافني وعارف ان انا شاف بيقول لي ان انا بقرا الافكار، كلهم بقى بيخافوا مني ومحدش بقى بيلعب معايا. بتقرا الافكار؟ ما انا قلت لك يا ادم ان انت فيك حاجه مش طبيعيه خالص. طب اعمل ايه طب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي على المصايب اللي بتيجي على الواحد. يا ابني احسن يحصل لك حاجه. اعمل ايه طب يا ماما؟ طب وبعدين؟ طب ايه اللي حصل تاني؟ في حاجه حصلت يعني؟ صاحبتنا جت وكانت جايه بتسلم علينا، فكانت جت بنت تانية كده احنا نعرفها بس احنا ما بنحبهاش، فراحت هي كانت بتقول في سرها انها ما بتحبهاش وان هي بنت رخمه. رحت قلت لها ايوه وانا كمان. راحت قالت لي يعني ايه ازاي انت كده؟ انا ما قلتش حاجه يا ادم، انت ازاي سمعتني؟ ما انا الصبح برضه كنت بكلم نفسي في دماغي ولقيتك انت بترد عليا. طب انا اعمل ايه طب؟ طب لازم نروح للدكتور. انا خايف قوي يا ماما. خايف؟ ده انت هتلاقيك فرحان. يعني شويه الصراحه. لا طبعا لازم نروح للدكتور ونطمن عليك، احسن الموضوع يتطور عن كده هتبقى مشكله. افرض حصل حاجه، نطمن بس الاول. طيب يا ماما. طب وانت يا زين ايه يعني؟ مفيش اي مساعده لاخوك خالص؟ والله العظيم انا هاجي معاكي واشوف اللي هيحصل، ويا رب بقى يبقى كل حاجه تمام. طب يلا بينا، يلا ورايا، تعالوا نروح نركب العربيه. حاضر. انا خايف قوي يا ماما. لا ما تخافش، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ايه؟ بص احنا هنروح للدكتور وهتحكي له على كل حاجه بالظبط ايه اللي حصل، ماشي. ونشوف هيقول لنا ايه. ماشي خلاص، وربنا يستر بقى ويعديها على خير يا رب يا ماما. زين احنا هندخل عند الدكتور وانت تخليك قاعد في العربيه، استناني هنا. حاضر. ماشي؟ حاضر. ادم ايه؟ يلا بينا. ماشي يا ماما. يلا انت واقف عندك ليه؟ يلا ماما ندخل. استني يا ماما يلا. انت حاسس بتعب طيب ولا حاجه؟ لا بس انا خايف، من كتر ما انا خايف حاسس ان انا مش عارف. لو سمحت عايزه ادخل للدكتور. ايوه اسمي ادم ايهاب. طيب يلا يا ماما يلا. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا دكتور؟ كله تمام. والله دلوقتي انا ابني صحي من النوم ولقى نفسه فيه عنده حاجه غريبه. وايه اللي حصل يعني؟ مش عارفه، هو صحي كده، انا كنت بكلم نفسي في دماغي لقيته بيرد عليا وبيكلمني على الحاجه اللي انا بتكلم فيها في دماغي. يعني تقريبا بيقرا الافكار. هو في حاجه اسمها كده اصلا يا دكتور؟ اه. ازاي يعني؟ معرفش والله، ده انا اول مره اشوف حد بيجي يقول لي كده. طب تعالى يلا يا ادم معايا عشان تكشف. ماشي يلا يا ادم ادخل مع الدكتور. ماشي يا ماما خايف. انا اللي خايفه اكتر منك، ربنا يستر ويعديها على خير يا رب يا رب. يلا يا دكتور يعني الحاله دي ما جاتلكش قبل كده؟ لا خالص. ازاي يعني؟ ما انا مش عارفه ايه اللي حصل يا دكتور، بس انا خايفه جدا على ادم. وانا كمان وانا خايف. حاسس بحاجه؟ انا كنت حاسس امبارح قبل ما انا انام، كنت حاسس بسخونيه. طب انت اكلت ايه امبارح بالليل؟ جيلي كده كانت ماما جايباها من وصفه سحريه من مطعم سحري. بس طب هي الجيلي دي تقريبا هي اللي عملت لك كده، اكتب لك يعني يا دكتور الجيلي؟ لا ده انا فعلا جايباه من مطعم ومتقال عليه ان هو سحري. يبقى هو اللي عامل فيه كده. يعني هتكتب لي على العلاج وهيبقى كويس؟ اه.
طيب يا دكتور، لو عايزين تعرفوا يا حلوين ادم ايه اللي حصل له وهيبقى كويس على العلاج ولا لا، دوسوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس واستنونا الحلقه الجايه. باي. ما فيها امان، معاه الذكاء وسرعة الاذهان، ما اليد الوحيدة يتفوق كمان. راح في عالم مليان دخان، لعبة قوية ما فيها امان، معاه الذكاء وسرعة الاذهان، ما اليد